السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة فنون مصر الحديثة. دلوقتي يا جماعة أنا هتكلم عن الزي الرسمي للمصري الحديث العصر 2023 1444 هجرية. دلوقتي أنا هتكلم عن الفنون الإسلامية والفنون العثمانية والفنون الهكسوسية والفنون الفرعونية. عايزكم تتأملوا الصورة وتركزوا فيها كويس، لأن دهوت مستقبل مصر في الفنون إن شاء الله بإذن الله. ده لو يعني إيه الناس انتوا تقبلتوا مشروعي الجديد دهوت في اللبس. وإن شاء الله هعمل فيديوهات عن العمارة. ودلوقتي هننتقل على فقرة العصور والتاريخ وكده. دلوقتي يا جماعة الطربوش دهوت كان أيام العثمانيين طبعا. التطور والازدهار والعسكرية والأرض الواسعة الكبيرة خلتهم إن هم يتعلموا أكتر وأكتر وأكتر، ويجيبوا فنيين وحرفيين من مصر يقعدون في الاستانة ويعرفوا تاريخ بلدنا، ويدخلوا ويدخلوا بلدنا ويجيبوا منها بضايع ويطوروها. ده العثمانيين اللي هو عمله. أما المماليك طبعا فكانوا الفنيات بتاعتهم كانت في الأسلحة السيوف وكده يعني، لدرجة إن في الأمريكان الولايات المتحدة الأمريكية خدت من فكرة المماليك السيف اللي هو السيف. هقول لكم تحت في الديسكريبشن اسمه. ومن أهم الحاجات ديت يا جماعة إنه أنت بتضيف لبلدك روح جديدة للفن. الفن هو في كل مكان. انت بتبص على الحيطة دهوت ذات نفسه، بتبص على الحيطة اللي في البيت بتاعتكم، التقسيمات والإحداثيات وكل حاجة زي ديت بتعبر عن الفنان بتاع الديكور والفنان بتاع اللي كان بيبيض، لأنه اتعلم، عرف من الراجل اللي كان بيشتغل معاه ازاي يدهن وازاي يقسم التقسيمة ديت ويرسم على الحيطة صورة حصان او اي حاجة عندكم. الله اعلم انتوا ايه عندكم. فالفن حاجة جميلة جدا، والفن ده هوت اساس كل دولة. دلوقتي مش انتوا بتلاقوا مثلا الاعلانات بتاعت الولايات المتحدة الامريكية بيحط لك كده حروف كبيرة، واحد بيقعد يتكلم باللغة الإنجليزية، حروف يعني كابيتال، معظمها كابيتال، ده في الإعلانات بتاعتهم. ويقعد يتكلم بالحروف الإنجليزية. وفي المترو يعني في المترو بتاع مترو القاهرة الكبرى ده هو بيقعدوا يتكلموا انتوا عارفين طبعا طريقة كلامهم في الإعلانات عاملة ازاي، فاهمين قصدي ايه. واللي أنا عايز أقوله إن إن أي واحد فنان يشاركني في الفن بتاعه، وأنا إن شاء الله زي ما انتوا شايفين كده ده هو تبادل. أنا إن شاء الله لو أنا ازدهرت فلوسي وانتوا اتفرجتوا عليا كتير، أنا إن شاء الله بالفلوس ديت هعمل الزي ده إن شاء الله. و... وده الزي المصري هقعد أطور فيه. لو عجبكم يعني، ده مثلا طربوش عامل زي الطربوش بتاع نفرتيتي، ودوت هو بسم الله الرحمن الرحيم بالطريقة العثمانية، الكتابة العثمانية الإسلامية. ودوت مثلا كايرو بولد، هكتب لكم كايرو بولد دهوت فن برضو فن الغرب اخترعوه للحروف يعني بتاعت اللغة المصرية العامية. هو طبعا أي حاجة كده لبش وخلاص، حروف يعني تبين لك إن مصر ليها لغة معينة. مثلا في إيراك بولد اللي هو الخط العراقي، الخط المصري، الخط القاهري.
عندهم بقى الغرب عملوا حاجة اسمها كايرو بولت، اللي هو موقع الفونت ده. هبقى اوريكم اسمه طبعا. دوت برضو انا رسمه سبحان الله. ودوت في زخارف اسلامية. ان شاء الله اعمل كده ديكشنري على الزخارف الاسلامية ديت. وده شبه شوية لبس محمد علي من ساعة ما كان بيحكم مصر. و... ودوت الطاقية يعني اخترعتها، ده طاقية الفلاح المصري اللي بيعيش في الدلتا. ودوت طاقية شبه طاقية العثمانيين. ودي طاقية شبه طاقية نفرتيني، ففي تشابه ما بين الطاقيات دي. وحطيت جيوب للإضافة، مثلا لو واحد حب يحط أي حاجة في جيبه. وبسوستة، دي جلابية بصراحة يا جماعة بسوستة. الجلابيات ديت بسوستة يا جماعة. فلو حد حب فيكو المشروع ده هوت، يدعموني الأول وشهروا قناتي. و... ولو الأمور اتحسنت إن شاء الله هعمل المشروع ده. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.